السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ وحشت قوي. بتاخر انا في الفيديوهات. يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في كامل الصحة والسعادة. النهاردة معانا وصفة بتنجان اقتصادية وجميلة جدا، ما فيهاش اي تكلفة نهائي. يعني واضح من الشكل اللي قدامكم انها مش فيها تكلفة، يعني في حدود الامكانيات وزيادة. عندنا كوزين بتنجان، مش هنحتار في الغداء او في العشاء، اي اللي انت عايزاه غدا عشاء هتمشي. يا رب. انا اسمي منى الهادي. عشان في ناس مش بتعرف تقرا الاسم بالانجليزي، فاللي بيشوف قناتي لأول مرة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. الوصفة دي جميلة جدا وطعمها لذيذ فوق ما تتخيلوا، طعمها زي السكر ما شاء الله. يعني اللي يعملها وهيجربها هتعجبه جدا. معايا حبتين بتنجان من الكبير دوت او من الصغير، اعمل الكمية اللي تناسبك. قطعتهم بالطريقة دي تقطيعة كده تخينة شوية، وحطينا عليهم المية نغسلهم كده، والمية دي كان فيها ملح. سبتهم بس 3 دقايق بس كده وصفيت المية عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي، اللي اشتركتوا واللي اشتركوا وخرجوا، وربنا يبارك فيهم برضو ويحفظهم. كل واحد بيعمل بأصله، واللي عايز يفضل معانا على راسي، واللي عايز يمشي برضو على راسي. الأرزاق على الله. مش حد هيغصب حد ان هو يفضل مشترك عنده. معايا 3 معالق نشا و3 معالق دقيق، ونص معلقة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة كمون. قلبت كل الحاجات الجافة دي، الدقيق والنشا والحاجات دي، قلبتهم في بعض كويس قوي. وهنغلف البتنجان، صفيناه من المية وهنغلفه كده بالدقيق والنشا والبهارات اللي حطيناها عليه. هنفضه كويس كده عشان هو يشرب الكمية بس اللي احنا عايزينها، يعني ما يتبقاش حاجة. ولو لقيتيه شرب، احنا هنركنه شوية لما نجهز الصلصة. لو لقيتيه اتشرب الدقيق والنشا اللي عليه دوت خلاص بقى، حاسة انه شكله زي المبلول كده، اغمسيه تاني في الدقيق وحطيه تاني في الطبق. دول شوية اللي اتبقوا في الطبق، الدقيق والنشا. وطبعا مش هيترموا، هيتعانوا الوصفة تانية. في وصفات بتتعمل بالدقيق والنشا، عملتها قبل كده برضو. معايا فلفل احمر، قرنين فلفل احمر كده صغيرين، او قرن واحد كبير مش كبير قوي برضو عشان الصلصة مش عايزينها تبقى تقيلة. معلقتين جزر، انا كنت مفرزاه في الفريزر عندي من الشتا. معلقتين كبار جزر، وبصلاية كده متوسطة زي ما انتوا شايفين. طبعا في حاجات نسيتها بعد ما حطيت الكبة وبتضرب، لقيت نفسي نسيت التوم والصلصة. معلقة صلصة كبيرة. كل المقادير دي هتتضرب في بعضها. لو مش عايزة تحطي بصل ولا جزر، عايزاها تبقى خفيفة، بس بجد طعمها زي السكر. مع ان الوصفة فيها 25 جرام سكر ومحطتهمش، نسيتهم بصراحة. بس كويس ان انا نسيتهم، كانت هتبقى مسكرة فعلا، يعني كانت مشكلة هتبقى حلوة يعني. اللي في الكوباية دولت 3 معالق خل كبار. ضربنا كل المقادير دي في بعض في الكبة، وضفت عليهم كوباية مية صغيرة زي بتاعة الشاي اللي فيها الخل. ضربتهم بقى بالمية والخل وكل المقادير مع بعضها كده. بعد كده هنروح بيهم على النار في حلة، في طاسة، في اي حاجة عندك. انا بوريكم الكوباية اللي انا حطيت بيها المية، هي نفس الكوباية ديت. هنحط كمان كوباية مية بنفس الكوباية برضو الصغيرة دي، ومعلقة نشا صغيرة. قلبناهم في بعض كويس، النشا في المية. وبعد كده شوية زيت في الطاسة على النار، اقصد في الحلة، طاسة حلة مش هتفرق يعني. ونزلنا بالخلطة اللي عملناها دي، او الصلصة اللي عملناها دي في الحلة. هنقلبها كويس، واول ما تبدأ تغلي هنضيف بقى، اول ما تغلي هنضيف شوية المية بمعلقة نشا صغيرة بنفس المعلقة اللي بقلب بيها ديت.
هنقلب كده كويس واول ما تغلي برضو هندفع عنها. ليه شوية النشا؟ عشان ما تحسيش ان الخليط عليه مية، تحس انها متماسكة كده وجميلة كده. بصراحة جميلة جدا، طعمها زي العسل، يعني وصفة عسل عسل. في الطاسة على النار بقى وشوية زيت، وهنحمر البتنجان، هنسويه ضروري يستوي يعني على نار متوسطة، ولا عالية قوي ولا هادية قوي. لو هديت النار قوي البتنجان بيشرب زيت، يعني النار تكون متوسطة وحسب اللي قدامك كده. لقيتيه خلاص استوى وبتعلي النار شوية. شايفين شكله عامل ازاي؟ والريحة جميلة، يعني ريحته طالعة جميلة جدا. ليه؟ من شوية البهارات والنشا والدقيق مع البهارات اللي عليه وهو بيتحمر، جميل جدا. هنرش بقى الصلصة ديت عليه. هي مش صلصة بصراحة، هي طبعا زي ما انتوا شفتوا في الأول أو احنا بنعملها، تعتبر دقة جميلة كده. الوصفة دي كورية، جميلة ما شاء الله يعني. لا إله إلا الله. نتقابل في فيديو تاني جميل زيكم ولذيذ.